يا صباح الفل على كل متابعيني، ازيكم عاملين ايه؟ والله وحشتوني جدا. انا بقالي كتير ما نزلتلكوش بفيديو، بقالي كتير ما جبتش حاجات للبيت، فنزلت امبارح جبت شويه حاجات كده. تعالوا مع بعض نشوف. اول حاجه طبعا عيالي جابوها التيميز، طبعا التيميز ده بتاع كي جي 1 وكي جي 2، انا مش عارفه جابوه ليه بس ما رضيتش اكسفهم، ما علينا. لقيت بقى انا كاكاو شرب وكاكاو خام، فكاكاو الشرب والخام لازم يتجابوا من مكان كويس ويكون نوع نضيف، بالذات الكاكاو الخام بتاع الحلويات. فجبت نوع كويس جدا. جبت كيسين توابل بتاعه الكفته، كفته المفروم. جبت طبعا ينسون بالليمون عشان خاطر الشتا، ببقى حريصه جدا على الحاجات دي ان انا اشربها عشان الكحه بقى والكلام ده. طبعا احنا بنصلح من ناحيه وبنتي جايبه لي من ناحيه تانية ايس كريم، مش فاهمه جايبه ايس كريم في عز الشتا ليه. بنتي جابت شاي اخضر بالنعناع، عجبني جدا. اول ما جابته ودقته عجبني جدا، قلت ابقى اجيب منه تاني. جابت لي بابريكا الضحى، والله ما يعني هم مشوا كده، انا بشوف حاجه وهم بيلاقيهم جايبين لي حاجه تانية. ما رضيتش اكسفها برضه، هي ذوقها حلو. البابريكا الضحى حلو جدا على فكره. بصوا بقى المكسرات ديت يا جماعه، الزبيب واللوز والكاجو، انتوا عارفين الحاجات دي غاليه جدا وصعب ان احنا نجيبها دايما. في عندنا محل بيبيع برطمان العسل بالمكسرات كلها والكاجو يعني جمل ب50 جنيه، بس هيخلص بسرعه عشان الشتاء وعشان عيالك. مره في السنه هتجيبي بقى. ده البطرمان العسل ده كان جاي لي هديه على فكره من واحده صاحبتي حبيبتي قوي. استغليت الكلام ده كله، استغليت برطمان العسل ورحت جايبه شويه مكسرات وقلت اخلط كله ببعض ويقعد عندي شهور طول الشتاء. تديهم لولادك، حلو جدا لجهاز المناعه. ازازه الزيت طبعا كانت قليله 4 جنيه، بره ب 34، جبتها ب 30 كويس جدا. جبت سحلب ربع كيلو بس كفايه، انا بحبه في الشتاء. جبت الدقيق ب 15 جنيه، جبت كيلو واحد بس. جبت برغل طبعا كنت قايله له نص، راح مديني ربعين. جبت عدس بجبه لان ما بناكلش كشري كتير. اه طبعا عشان القولون ما باكلوش كتير، بس الحبايه حلوه جدا ونظيفه. الرز البسمتي بقى بره ب 60 جنيه، لقيته عنده ب 50 جنيه، حلو جدا جدا. الرزايه رفيعه الطويله الخليجي دي انا بموت فيها، بحب اعملها جدا. بس هم دول شويه الحاجات اللي انا جبتهم. وجبت بقى شويه رز والمكرونات، ما لقيتش طبعا، استغربت جدا. حتى عندنا هنا في المنطقه بدور على نوع مكرونه معين لقيته اختفى. وصعب جدا انه ينزل بعد فتره. فما علينا. الهايبر نفسه اللي انا روحته ما لقيتش حتى فيه لا مكرونات ولا لقيت فيه رز، فاستغربت. ربنا يا رب يدومها علينا نعمه ويحفظها من الزوال، واشوفكم على خير.